بالنسبة للعفو الأميري الأخير، هو يشمل العقوبات لا الجرائم. المادة 75 أعطت صاحب السمو الحق بالإعفاء عن العقوبة أو تخفيضها، إذن هو ليس عفو شامل. هذا العفو لا نستطيع أن نعترض عليه لأنه حق مطلق للأمير، ولا يستطيع القضاء نظر مسائله باعتباره من أعمال السيادة. ولكن المتضررين من أفعال المحكوم عليهم والمعفى عنهم يمكن أن يطالبوهم بدعوى التعويض، يعني التعويض مقابل الضرر، ولا يسقط حقهم بموجب العفو. أيضا العفو الأخير حدد القضايا التي تم العفو عنها، أي أن إذا هناك قضايا سابقة أو لاحقة وصدر بها أحكام حبس لا يشملها العفو. ختاما، نأمل أن يلحق العفو تعاون السلطتين، الدولة متراجعة بكافة المؤشرات، الحكومة متراخية وعليها المسؤولية النهائية في إدارة الدولة، ونحن نتحسر على الكويت.